يا ابن الملحوسة مبروك، يا ابن المهوشة مبروك 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 مبروك، يا ابن المحزوزة. وده زي ما انتم شايفين التيمة بتاعت الأغنية الجديدة اللي هينزلها لنا الفنان أحمد سعد. طلع لنا امبارح على الصفحة بتاعته على الانستجرام، وكأنه هو ده فعلا المثال الحي، الفنان اللي يعرف يتلاحم مع فئات الشعب ويدخلهم في أدق تفاصيله، وهو بياخد الشاور بتاعه وبيورينا طريقة أم عماد لدعك البطاط، ولا هو بيعمل ده ليه؟ تلاقي بقى تعليقات الناس نازلة عليه: يا فنان انت ايه اللي انت عامله ده، ولا احسن تتلبس ايه يا جماعة، انتوا مجانين. مين اللي يقدر يلبس الفنان احمد سعد ده؟ اي عفريت يخاف يقرب من الحمام اللي هو بيغني فيه. قد ايه ان الفن نتاج الواقع، ما هو كلنا بنغني في الحمام، بس مين عنده قدرة غير احمد سعد يغني ويطلعها لنا لايف كمان. انا كنت زمان اعرف ان لو حد دخل على حد حمام يقول له انا اسف دخلت عليك الحمام، لا هو المفروض يطلع يقول لنا انا اسف فتحت عليكم الحمام. وايه الابتسامه الجميله العريضه اللي ملهاش حل؟ ايه السياق اللي خلاك تفكر انك تطلع لنا سلبوته؟ دي حاجه ليها العجب. والحمد لله ان دماغه ما دودتوش في سكه تانية، كان حط الموبايل من ورا ولا حاجه وقع الموبايل. شفنا حاجات ملهاش لازمه، احنا شفنا المشهد ده كتير بس في جنينه الحيوانات مع الجبلايه بتاعت القرود، هم بيفلوا بعضيهم قدام الناس وبيحموا بعضيهم، كنا بنحدفهم بالسودان. عيب اللي يقع على دماغه وهو صغير، بيبقى محتاج شهاده معامله اطفال. هو براحته يعمل اللي هو عايزه، ما هو الراجل ماشي بخطى ثابته في اتجاه الترند، ما هو الترند ده اصله ملاكي. قالوا لك محمد لطفي ومجدي كامل طلعوا قبل كده، وسياق الفن بيحكم على الناس تعمل لنا حاجات زي كده، واللي داخل يقول له ايه المحتوى الهادف اللي انت بتقدمه ده يا فنان؟ هادف ازاي؟ انتوا شايفين ان دي الكوميديا الحقيقيه اللي ممكن نتعايش معاها؟ يعني دلوقتي نقدر نلوم ليه كبسولي كبسولي ويرموا على وشهم دقيق وميه وزيت واي بدنجان؟ هو ينفع كده يا فنان تطلع علينا وطالق المسائل على الهوا؟ ادخل لا تستهوى بشكير حتى على كده. ايه دي والاندماج اللي في الدنيا؟ بس مين عايز هيقدر يطوعك ويرقص معاك على هذه الاغنيه؟ ما هو الفنان جاي يدعك علينا الشامبو ومقضيها ياهو ياهو. اي اغنيه تيجي تقف جنب الاغنيه الجديده هتتزحلق وتتزفلط في البلاعه لا مؤاخذه. قولوا لي انتوا في تعليقاتكم، في ناس شايفين ان الموضوع كوميدي وخفف عليهم من الاحزان اللي هم بيعيشوها وبقت حبه كوميديا وطلعت وخلاص، وفي ناس بيقول لك لا ده ضد القيم والمبادئ، ازاي فنان زيه يعمل كده؟ وفعلا ما حدش ضامن يا جماعه يدخل الحمام يطلع لابس كازارولا في دماغه ولا جاله جنان، ما هو الليمونه ممكن تيجي في لحظه وتلمس الفيوزات. ربنا يلطف بيا وبيكم ويسترها على كل الناس، لحسن فجأة نلاقيها كلها لابسة قميص بكمام. السلام عليكم، تتمسوا بالعافية.